عظيم. جزائر الأبطال، جزائر الثورة، الثوار هم الأبطال وصلوا. الحافلة تصل الآن. جيد، تسهيلات. نعم، إذا المنتخب الوطني الجزائري الحافلة التي تقله تصل الآن إلى ساحة أول ماي وسط الهتافات. معنا من ساحة أول ماي زميلة فوزية بسباك. نترك يا نصير الصورة تعبر عن نفسها. أحسن. هي جميلة هذه الصورة. صور رائعة. دقائق قبل أن نربط الاتصال طبعا بزملائنا في مديرية الأخبار موافاتنا بنشرة الثامنة الإخبارية. صور الأبطال والأسود وهم في هذه الحافلة المكشوفة وسط الجماهير الغفيرة التي ترحب بهم. معانقة نشعر بها واحتضان حتى إن كان ذلك عن بعد، فالمنتخب الوطني في الحافلة هذه يسير نحو نقاط أخرى ومعها تسير أمال الجزائريين يا نصيرة. أمالنا طبعا، أمالنا جميعا. وصلنا للمونديال، بلغنا المونديال. العائد من أرض النيل الأبيض والأزرق، حاملا معه المجد للجزائر، حاملا معه الفوز للجزائر. إنها صور رائعة تصنعها الجماهير الحاضرة والتي تدفقت منذ ظهيرة اليوم على شارع الاستقلال. صور رائعة، وأظن أنكم تشاهدوننا معنا هذه الصور. فالجماهير اصطفت على جنبات الطريق، ومن هم في السيارات خرجوا من السيارات لملاقاتهم لتحيتهم. صور يعجز اللسان عن وصفها. فلتصفها الصور يا فوزية. لأسود الجزائر. تمر بسهولة والكل يحيي، الكل يحيي. حييهم عنا يا فوزية. الكل يحيي هنا. وتجدون الجماهير والشباب الذي يلحق بالحافلة وهو يهتف بحياة الجزائر وبحياة الفريق الوطني. إنها هبة جماهيرية قوية تدل على قوة الجزائر، والجماهير تتبع الحافلة. الجزائريين. صورة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أيضا أمام في قلوبهم. إنها هبة وما أدراك ما هذه الهبة، أن تكون للوطن. الصورة الآن واضحة لأشبال سعدان ورفقاء زيان. هذه الصور التي تشاهدون تقشعر لها الأبدان وتملأ عيوننا الدموع. يستقبلون استقبال الأبطال والعظماء. وأملا في هذا الوطن. مازالوا يطلبون من المناصرين مساندتهم بالحركة محمد، وكأنهم يريدون القول تابعونا، حيث سيقيم فخامة رئيس الجمهورية عند طموحكم حفل استقبال على شرفهم وعلى شرف الفنانين الجزائريين كذلك. فهم رواد خلال بالعاصمة للرسائل السامية والراقية نصيرة، وهو من كان الدفع والسند القوي لهم في هذه المباراة الحاسمة. فبقراراته استطاع أن يمكن الجماهير الجزائرية من مناصرة فريقها في في مقام الملحمة في أم درمان بملعب المريخ، وتم التكفل بهم إلى آخر لحظة، وسيكونون مع هذه الفرحة حينما يعودون في الساعات المقبلة.
التعب بعيد كل البعد عن عناصرنا الوطنية. بإمكانهم أن يلعبوا مباراة أخرى بعد هذا الحماس، بعد هذا الاستقبال الحار من قبل الجمهور الجزائري. لو لعبوا المباراة مع المناصرين أكيد المناصرين راح سيكون تعادل للذهاب إلى جنوب إفريقيا. سيكون تعادل. نعم أنا أضم صوتي. وقد يقتضي الأمر مقابلة فاصلة. جيد. أين التعادل طبعا بالفوز، تعادل ونفس الشيء فوز للجزائر ككل. قبل أن يحلوا بالعاصمة الأسود الأبطال الرجالة حلوا بقلوب كل جزائر وجزائرية تتابع معنا هذه الصور الحية مباشرة مشاهدينا عبر التلفزيون الجزائري بقنواته. ربما يود في هذه اللحظات كل مناصر وهو يشاهد كل عناصر منتخبنا الوطني أن يشكره فردا بعدما قاموا به من أداء وفنيات في هذه المقابلة الرائعة التي أثمرت هذا الفوز الرائع لمنتخبنا وتأهله للمونديال. ربما في كل ما يشاهد أي عنصر يتذكرون كل ما فعل أي واحد في الميدان.